السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. هنعمل مع بعض الكاستر بالشكل ده. زي ما انا كنت قايلكم في الفيديو اللي قبل ده، دوت فيديو الكاستر، وان شاء الله هنشوف عملناه ازاي مع بعض. وهو حلو جدا وطريقته سهلة جدا. اول حاجة انا معايا حوالي 2 كيلو من اللبن، وبحط عليهم 2 كيلو من المية. ممكن تعمليه عادي، ممكن تعمليه بلبن بس. انما مش هينفع ان انت تعمليه بميه بس. تمام، بتعمليه يا اما بلبن خالص، لبن بس يعني كده، يا اما بلبن وميه. تمام، بتحطي حوالي 2 كيلو من اللبن، عليهم 2 كيلو من الميه، او حسب الكميه اللي انت هتعمليها. لكل معلقه كاستر كوبايتين لبن، يا اما كوبايه لبن وكوبايه ميه. ودوت شكل الكاستر. كنا عاملين كاستر تاج الملوك، طبعا زي ما قلت لكم برضو، اللي كانت عاملاه اختي يعني، وانا كنت مصوراها. تمام. وهنا شكل اللبن اهو. كنت اللبن حطينا عليه الميه، وبعدين سيبناه على النار يغلي. تمام. وبعد كده بعد ما يغلي، اهم حاجة اللبن يغلي معاكي، علشان لما تحطي الكاستر يلف معاكي على طول ويكون حلو. تمام كده. قبل ما كان خلاص قرب يغلي، شايفين البخار طالع منه ازاي؟ هنزل بقى بالسكر، وهبدأ ان انا ادوب السكر الاول. تمام. هننزل طبعا السكر ده على حسب الذوق. طبعا كنا حاطين الكمية دي حوالي كيلو الا ربع من السكر. طبعا زي ما قلت لكم عاملين حوالي 4 كيلو، يعني 2 كيلو لبن و2 كيلو ميه. تمام. وبندوب السكر، بنتنكي ايديك في اللبن كده لحد ما السكر تتاكدي ان هو داب. وبعد كده بتدوبي بقى الكاستر، يعني بتدوقيه، فاهميني؟ السكر ده حاجه ترجعلك، بتحبيه مسكر سكريه، بتحبيه يعني هو عامه الكاستر احلى حاجه ان هو يكون وسط، ولا هو مسكر قوي ولا هو عادب قوي، يعني بيكون وسط. هنا كنا خلاص بندوبنا السكر خالص تماما، يعني نتأكد ان هو داب والطعم كان تمام. بعد كده يا حبايبي هننزل بقى بالكاستر. طبعا الكاستر ما بتنزليش بيه كده مباشر، لازم ان انتي بتدوبيه الاول، يا اما بتدوبيه في ميه يا اما بتدوبيه في لبن. تمام. بتتعاملي معاه، هو الكاستر الجاهز بيكون جميل اصلا، ومش بياخد معاكي وقت خالص في العمايل، يعني هو حلو بصراحة وحاجة حلوة كده. طبعا التزيين ده على حسب الرغبة. طبعا بتحطي جوز الهند او بتحطي مكسرات، الحاجة اللي تحبيها حطيها. هي حاجة سهلة كده وبسيطة، يعني بتفرحي بيها اولادك، بتفرحي بيها اهل بيتك يعني. هي سهلة وبسيطة وجميلة، وكل الاطفال بتحبه، وكله مفيش اختلاف عليه يعني. تمام. طبعا كنا بننزل هنا بكم معلقه كده من الكاستر. طبعا انتي ما بتحدديش. تمام. وهتدوبيه بقى، يا اما زي ما قلت لك، يا اما بتدوبيه في ميه يا اما بتدوبيه في لبن. بس كده. يبقى بتجيبي مثلا علبه كاستر، وبتجيبي 2 كيلو لبن، وبتعمليهم وبتحطيه في علب بلاستيك وفي التلاجة، يا اما بتحطيه في اطباق عادي وفي التلاجة، بيكون ساقع جميل جدا. شايفين هو اول ما احنا حطينا عليه المية تحسي ان هو حجر كده في قاع الطبق، بس تمام، حركيه بالراحة هيبقى كويس جدا معاكي. تمام. وبيفك معاكي وبيكون جميل. وطبعا ما بتنزليش بالكاستر غير لما تتأكدي ان اللبن غلي. شايفين فك خالص اهو، وساب معايا وبقى جميل. هنبدأ بقى ان احنا هنا كنت محضرة الاطباق اللي هصب فيها او اللي هغرف فيها الكاستر يعني. تمام كده حبايبي. شايفين هو كده خلاص ساب اهو وبقى جميل. هننزل بقى عليه على اللبن بالكاستر بعد ما دوبناه بالشكل ده. وهنا اللبن زي ما انتم شايفين كان غلي خالص اهو، خلاص كده كان غلي. هننزل بقى بالكاستر كده، ايد بتلف وايد بتصب،
تمام. يعني انتي ايد بتنزلي بيها الكاستر والايد التانية انتي بتقلبي بيها، وطبعا تقلبي بسرعة 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 لان اللبن احنا مغليينه زي ما قلت لكم. والكاستر بتنزلي بيه يعني ايه سرسوب بسيط كده. بجد هو حلو قوي، يعني لما بتعملي بقى كاستر ورز بلبن والحاجات دي في البيت بتبقى جميلة جدا، والاطفال بتحبها حتى لو مش بيحبوا يشربوا اللبن يعني بندخل لهم اللبن في الكاستر في الرز اللي بلبن. هم بيحبوا الحاجات دي قوي، وشايفين لازم تتعافي كده عليه، تتعافي عليه علشان يعني ما يكلكعش منك في قاع الحلة من تحت. بيتني ايدك فيه كده جامد وتقلبي فيه علشان ما يكلكعش منك، تتعاملي معاه معاملة يعني الكاستر هو زي النشا بالظبط. ونفس طريقة المهلبية عامة، يعني الكاستر نفس طريقة المهلبية، بس دوت بيبقى كاستر جاهز كده بتجيبيه، خلاف مثلا لو بتعملي مهلبية بتحطي نشا وخلاص على اللبن. تمام كده حبايبي بالشكل ده. ايديكي زي ما قلتلك بايديكي ما بتشيليهاش منه ابدا ابدا. وساعة ما بتحسي ان القوام بتاعه تقل بتروحي جايه خلاص طافيه عليه وغرفاه وهو سخن في الاطباق. غرفاه وهو سخن ليه؟ علشان هو اما بيبرد كمان بيتقل معاكي، فاهميني؟ هو كان لسه هي كده خفيف اهو. طبعا ما بتشيليش ايدك منه لان هو بيتقل. طبعا كنت عملت برضو شويه كمان، دوبنا شويه كمان من الكاستر ونزلنا بيهم اهو، وايد بتصب وايد بتقلب لحد ما تخلصي الشويه اللي انتي دوبتيهم وبس كده. ودوت هنا كان شكله اهو بعد ما خلاص تقل. شايفين شكله؟ يعني حتى في اللفه تحسوا ان هو تقل، باينه في الفيديو اهي حبايبي. ودوت كان شكله طبعا بألف هنا وشفا لكل من كل. طبعا كان جميل وحلو قوي زي ما قلتلك، هو زي المهلبيه بالظبط. الكاستر الجاهز جميل مش وحش خالص، ده جميل جدا وحلو قوي. وهو ده كان تقيل اهو، ده شكله. بس يلا بقى، لو اول مره تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناه وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي لسه ما حطيتيليش اللايك حطيلي اللايك واكتبي لي تعليق حلو كده. وطبعا هنا حبيبي كان خلاص كده، كنت خلاص بقى بنغرفه في الاطباق. تمام. دوت شكله يا حبايبي بعد ما خلاص خلص وغرفناه في الاطباق. زي ما قلتلك في اطباق بغطا ممكن تغطيه وتحطيه في التلاجة، وممكن تسيبيه في اطباق عادية، اطباق ازاز، اطباق ستانلستين، اطباق ميلامين، ايا كان. ودوت كان شكله. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.